شوفوا عاد انتوا يعني اللي طالبين تشوفوا الوش الصعيدي. يعني كل أغلبية يعني من لما فتحت القناة وأغلبية الناس تقول لي أو تقول لي ده مش صوت، يعني مش طريقة الصعايدة ومش صوت صعيدي والكلام ده كله. لا والله العظيم أنا صعيدية ومن قلب الصعيد كمان. وانتوا طالبين يعني وش الصعيدي، عايزين الصوت الصعيدي، من عينيا الاتنين. احنا يعني الصعيدة ونفتخر بذلك، انا عن نفسي افتخر بذلك ان انا صعيدية وعايشة في الصعيد وعايشة في قلب الصعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم روتين صعيدي من الآخر. حاجة عندنا في الصعيد أو عندنا في الصعيد ما بنعملهاش غير في الأيام الكبيرة بقى، عيد الضحية، رمضان، يوم خميس، يوم جمعة. ما بنعملش الأكلة دي غير في الأيام اللي هي ايه، يعني ليها قيمة كده وايه، وبنبقى زي احتفال كده. تمام. لو هنعمل ان شاء الله باذن الله الرجاج الصعيدي، ان شاء الله ما فيش اسهل منه ما شاء الله، وطريقته حلوه هنعمل، وطريقته حلوه. وهنعمل الدمعه، رجاج ودمعه. تمام. كل اللي في الصعيد يعني 90% من اهل الصعيد بيعملوا الرجاج دوت على طول، وفي الايام الحلوه اللي بتبقى ليها فرحه وكده، زي ايه، زي رمضان، زي عيد الضحيه، زي يوم خميس، يوم جمعه. علشان في قرى عندها الطبيخ بقى والهيصة بتبقى في يوم الخميس، وفي قرى تانية. يعني أنا القرية اللي هو بيت أبويا وكده، الاحتفال بقى والطبيخ والهيصة والكلام ده كله يوم الجمعة. البلد اللي أنا متجوزة فيها وكده بيكون الاحتفال والطبيخ والكلام ده كله يوم الخميس. فكل قرية ولها عاداتها وتجاليدها والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم او يعجبكم وتطلعوا مستفيدين من الفيديو ان شاء الله باذن الله. ولو عجبكم طريقتي في الكلام الصعيدي قولوا لي اتكلم صعيدي على طول، وانا من عينيا الاتنين. انا عايزه اقول لكم يعني عادي والله العظيم، انا طريقتي ديت مش مصطنعاها ولا حاجه، اقسم بالله. وعادي يعني، سواء كده او كده الحمد لله رب العالمين. كله زي الفل وكله زي العسل، وربنا يا رب يديمها نعمه علينا وعليكم جميعا يا رب. تعالوا هنا نشوف هنعجن. اول حاجة هنعجن الرقاق. عندي حطيت مية وملح، مية وملح فقط لا غير. الدقيق بقى كيلو 2 كيلو اللي يريح. تمام. وحطيت الملح، ظبطت الملح عشان تبقى طعم الرقاقة كده وانت بتاكليها طعمها يكون ايه، حلو كده، حاجة متحيجة معاكي، ملحها حلو ومظبوط وكده، متكونش عادمة والكلام ده كله. حتى العجين، ايوه حتى العجين لازم يكون ملحه متظبط والكلام ده كله. خلاص على كده عجنت الرقاقة على حسب العجينة قصدي، على حسب الكيلو 2 كيلو، على حسب المقدار اللي انت هتعجنيه، مية وملح والدقيق وبس على كده. وايه، وتكون الرقاقة عجينتها تخينة شوية، ما تكونش طرية، عشان احنا هتشوفي دلوقتي واحنا بنفرد على الطبلية والكلام ده كله. خلاص على كده اول حاجة عملتها كنت حاطة اللحمة تستوي. تمام. علقت اللحمة، وبعد كده اهو عجنت العجينة وسبتها تستريح. وبعد كده عملت البصل بتاع ايه، بتاع الدمعة او التجلية، عشان في ناس بتقول دمعة وفي ناس بتقول تجلية. تمام. على كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعملت التجلية، عملت 4 بصلات حلوين كده ما شاء الله. وايه، والدمعة دي بتحب البصل الكتير، يعني البصل بيبقى لازم يبقى فيها كتير وكده، هي اساسا بصل وطماطم فقط لا غير، مفيش اي حاجة تاني. عند الطماطم اللي كنت مفرزاها معاكم، حطيت كيس طماطم على البصل بعد ما نزلت بنص معلقة توم صغيرة، ما كترتش التوم وكده، بس ما ظهرتش معايا في الفيديو. وخلاص على كده ونزلت بالطماطم اللهم بارك، وسبتها على النار ايه، تستوي وتتسبك مع بعضها مع نفسها وكده. وبدأت هنا جبت صينية وفردت فيها الدقيق وايه، وقطعت العجين زي ما انتوا شايفين كور صغيرة، وسبتها برضو، غطيتها بكيس وسبتها تستريح. هنا هوت الدمعة كانت خلاص سبكت معايا واتظبطت وبقت حلوة زي الفل. بنسيبها تتسبك كده عشان ايه، عشان الطماطم العردبة بتاعة الطماطم، لو ان يعني الطماطم دي متفرزة ومغلية وتمام ما فيهاش اي حاجة. وظبط عادي الملح والفلفل الاسود والكمون. الدمعة برضو تحب الكمون، الدمعة دي تحب الكمون. وبعد كده اللحمة مرضتش اخليها تستوي جامد علشان خاطر ما تتهريش في الدمعة،
الدمعة. فبعد كده هواتي حطيت اللحمة تكمل سواها في الدمعة، وظبطت لها الفلفل الاسود اهو والكمون والملح وزي الفل، وهدي النار عليها واسيبها. خلاص على كده الاكل يعتبر جاهز، ما مش هقول هم ولا كده. يلا ننتقل الى السطح. هنا جبت الطبلية بتاعتي والفرن جنبي، لازم الفرن تكون جنبي عشان زي ما انتوا عارفين لو في واحدة معاكي تساعد تمام. واحدة هتعمل كده هتضرب، احنا بنقول عليها بتضرب الفطيرة او بتضرب الرقاقة اللي هي تفرديها وكده، وواحدة تخبز عليك. فانا لوحدي الحمد لله رب العالمين، معايا ربنا احسن من اي حد. بقعد قدام الفرن زي ما انتوا شايفين قريبة منها، وايه وبخبز وبعمل في نفس الوقت. انا متعودة على كده. انا حتى لو حد عندي تلاقوني مش ما ببقاش مستريحة، زي ما يعني زي على حسب ما انا اتعودت يعني. ايدي بتبقى لوحدي وكده في الحاجة، فتحس ان انا فهمت الحاجة وهعملها وهبقى مستريحة فيها عن ما يبقى معايا حد وكده. خلاص كده اللهم صل على حضرة النبي. هفرد الرقاقة زي ما شفتوا، احط شوية دقيق وافضل افرد فيها، بصوا لحد ما تبقى معايا زي الورقة لحد ما تبقى معايا زي الورقة تمام. وعندي الفرن من تحت هادية، مش من تحت مش هعوزها عالية خالص، من فوق هي اللي هتعلى. وكمان انا لما باجي اخبز شايفين بعلي الفرن، ولما بعد كده هو بفرد الرقاقة بوطي النار من فوق عشان خسارة وحرام النار هتفضل شغالة على الفاضي، واساسا هتسخن الجو عليا. فانا ليه اخليها توطى؟ من حافظ اوطيها، من حافظ على الانبوبة ما تخلصش بسرعة، ومن يعني الفرن ما تسخنش الجو كده حواليه. وبصوا ما شاء الله اللهم بارك، اول ما هترفع وتجوب معاكي على الارض على الصاجة بتاعة الفرن، خلاص على كده تطلعيها. بيبقى طري. عايزه تنشفيها سيبيها شويه، هتبص تلاقيها نشفت معاكي وقصدرت وبقت حلوه وزي الفل. وبعد كده بطبقها زي مثلث كده، وعندي معون وحاطه فيه اي فوطه مطبخ، الفوطه اللي انت بتستعملها للمخبوزات وكده، وتلفي فيها الرقاقه عشان تقعد طريه معاكي ما تنشفش، عشان احنا هنغمس بيه والكلام ده كله. لكن لو عايزاه تحطيه في الشوربه نشفيه عادي ما يهمكيش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك عند الرقاقه الحلوه دي هياتي. ولو مش حاطه، لو مش مشتركه في القناه اشتركي فيها فضلا وليس امرا، عشان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيله اهل الكرم والجود. وانا املي في الله كبير ان شاء الله باذن الله، ربنا هيكرمني باذن الله وهيكون لي اخوات من جميع انحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وجيت هنا اهوت يعني بصوا طلعت اول واحده، وبدات بعد كده هديت النار خالص، هي كده كده هاديه من تحت. بصوا هنا بوريكم بقول لكم ان انا بنفض فيها لحد ما يبقاش فيها دقيق خالص، لان لو فيها دقيق هتبص تدخليها على الارض على الصاجه بتاعه الفرن هتلاقيها عملت لك شيطت لك والكلام ده كله. فليه لا، حاولي تنفضيها كويس. انا عارفه الكلام دوت هيبقى صعب لو واحده لسه ما يعني ما بتعملوش ومش متعوده، والكلام ده فعلا هيبقى صعب عليه. لكن واحده واحده هتتعلمي. ولو حطيت احنا يعني كستات والله العظيم لما بنحط في دماغنا هدف ان احنا نتعلم حاجه بنتعلمها والله وبنكون اساتذه فيها. وخلاص على كده ببدأ واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة، وكذلك الأمر زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. والله إن العجينة استريحت معايا في كل مرحلة، ريحت العجينة وأنا بضرب الرقاقة أو أنا بفرد الرقاقة ما تخرجش بتاخد معايا حاجة خالص. وهنا خلاص الحمد لله رب العالمين خلصت الرقاق بتاعي. بص اللهم بارك، يعني 1.5 كيلو دقيق عمل لي كمية رقاق حلوة خالص اللهم بارك. بصوا دي حتة كان عندي ابني بيقول لي يعني هاتي حته وكده من الرقاق. زي ما احنا عارفين عيالنا كلنا واحنا بنخبز بيبقى الخبيز ليه ريحه حلوه وكده. وده ابن اللي في الحضانه يعني مش بيصوم، لكن الحمد لله رب العالمين اخواته اللي اكبر منه بيصوموا الحمد لله. وخلاص على كده كان الاكل جاهز معايا. عملت بس شويه رز ابيض اللي عايز رز وكده، وبس على كده هم طبقين الرز دولت وبس على كده. وعندي الرقاق وعندي الاكل كان جاهز. اللهم بارك. عايزه اقول لكم والله العظيم شويه رقاق طعمهم زي العسل. لو وصلت معايا لحد الاكل الحلو في فطار المغرب الحلو دوت الصعيد المعتبر، ما تنسيش تحطي لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.